هو مين هو الحلواني؟ ده اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني. الحلواني هو جوهر الصقلية، بنى القاهرة الفاطمية واللي مر على بنائها 1044 سنة. أصول الصقلي من طائفة الأرمن في كرواتيا، اللي اتولد وعاش فيها قبل انتقاله لصقلية، وكان شاطر جدا في صناعة الكنافة والحلويات قبل ما يتباع مملوك للخليفة المنصور بالله، اللي بعد كده ألحقه بالجيش وبعد كده اتسمى بالحلواني. وكلنا عارفين تاريخ بناء القاهرة الفاطمية الجميلة والجامع الأزهر اللي بناه الحلواني أو جوهر الصقلي. وجه الصقلي على رأس الجيش الفاطميين وأخذ مصر من الإخشيديين وبنى القاهرة قبل مجيء الخليفة المعز، وسماها القاهرة لأنها بتقهر أعدائها، وكمان لأن النجم القاهر ظهر في سمائها وقت وضع حجر الأساس ليها، وعشان كده سماها القاهرة. وبدأ ببناء السور والبوابات ومنع السكان من دخولها طول فترة بنائها وهي 4 سنين. ولما جاء الخليفة المعز انبهر بجمال القاهرة وخلاها عاصمته. بس عايزة أقول حاجة، إن مصر في الأصل اتبنت قبل جوهر الصقلي بقرون عديدة، هقولها لكم في فيديو تاني.